السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الزبادي البلدي الجميلة جدا على السحور وخفيفة قوي على المعدة. لازم يكون اللبن بلدي ويكون مغلي طبعا. اول ما تجيبيه تغليه وتسيبيه يبرد لحد ما يكون زي دمعة العين كده. يكون دافي يعني خالص عشان يعمل وش. جميلة جدا وسهلة قوي. مقاديرها اللي انا هعملها لكم النهارده حاجة بسيطة قوي. انا عاملة نص كيلو من اللبن، وهاخد عليهم معلقة كبيرة كده مليانة قوي من الزبادي. يعني العلبة اللي انت بتجيبيها الزبادي البلدي دي، انا جايبة زبادي بلدي، ما تجيبيش اللي هي الجهينة والمعلبات التانية. هاتي البلدي افضل، علشان دي بيكون بمضمون فيها القشطة تطلع معاكي وش حلو قوي. وتقلبيها في اللبن كويس. لو انت مش هتضربيها في الخلاط، انا هنا ضربتها في الخلاط. لو انت مش هتضربيها في الخلاط ممكن تعمليها بالمضرب. اضربي الاول معلقة الزبادي، اضربيها كويس قوي في طبق كده صغير، وبعدين حطيها على اللبن وقلبي بالمضرب. وبعد كده اعمليها، حطيها في اطباق على طول. بس طبعا من اول ما تبداي في الزبادي انت مشغله الفرن لازم يسخن لمده 5 دقايق. 5 دقايق بالظبط تكوني انت خلصتي المكونات كلها وقفلتي الفرن ودخلي فيها الصينيه. انا بفضل ان انت تضربيها بمضرب مش في الخلاط. هقولك ليه دلوقتي. انا ضربتها في الخلاط عشان اوريكم هيحصل معايا ايه. بس هي طالعه ناجحه ومفيش اي حاجه، بس بتعمل رغوه على الوش زي ما وريتها لكم اللي هو الفوم ده. وريته وانا بقى بعد ما ضربتها في الخلاط، حتى انا ماسكه المعلقه بحاول ما انزلش الفوم ده، علشان لما بيكون محطوط في طبق هوريكم بيحصل له ايه. حطي بقى الكوبايات بتاعتك اللي انت عايزه تستخدمي فيها الزبادي. انا جبت الاطباق دي او الكوبايات اللي انتوا شفتوها ديت حلوه جدا، يعني تقريبا كده في حجم الزبادي. عملت منها 6 كوبايات. وهوريكم كان يعمل معايا واحده تانية، بس انا حبيت احطها في كوبايات صغيره علشان الفوم اللي انا عماله بحجز اللي هو ما ينزلش ده. الفوم ده لما بينزل في الكوباية بتيجي بتطلعيها من الفرن، بتلاقي الفوم طبعا لما بيخش في الحرارة بيقل بعد كده. بيبقى شكله زي ما هتشوفوه دلوقتي في الفيديو. انا هو الفوم كله نزلته في الكوبايات الصغيرة اللي انتوا شايفين انا حاطاها في الصينية دي. لازم طبعا تحطي في صينية كده ألمونيا، عشان لما تدخليها الفرن تسيبيها حوالي مش اقل من 6 ساعات. ما تسيبهاش في الفرن اقل من كده. مش اقل من 6 ساعات. بصوا بعد ما طلعت من الفرن عاملة ازاي الكوبايات اللي هي واخده الفوم. فممكن تضربيها في المضرب عادي، او لو انت عايزه تستخدميها في الخلاط اعملي زي ما عملت. الكوبايات طالعه ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الوش القشطه عليها جميل قوي من فوق زي اللي انت بتجيبيها من بره. سيبيها لمده ما تقلش عن 6 ساعات، ولو اكتر عادي برضو. انا سبتها بتاع حوالي 7 8 ساعات كده. طلعت جميلة جدا. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. دي طريقة نص كيلو. لو انت هتعملي كيلو ممكن تعملي ضعف الكمية اللي انا قلت عليها. بصوا الجمال ما شاء الله. طلعت المعلقة متماسكة ورجعتها. بصوا تاني. انا حبيت اوريكم بعد حتى ما رجعت المعلقة مفيش حاجة اتكبت من الزبادي، يعني من قلبها كمان زي الوش بتاعها. طالعه تحفه زي بتاعه السوبر ماركت بالظبط البلدي. يعني انت لو هتعملي كيلو لبن حطي عليه، حطي عليه كوبايه من الزبادي البلدي. انا بفضل الزبادي البلدي، بتطلع طعمها وريحتها زي الزبادي بتاعت بره بالظبط. اعمليها وحطيها على السحور. الكيلو هيعمل معاكي 12 طبق من اللي انا عاملاه الحجم ده، او كوبايات صغيره اللي انت هتعمليها. لو كوبايات الشاي، لو كوبايات الشاي اللي هي الصغيره ما تكونش الاحجام الكبيره، برضو هتعمل معاكي كميه حلوه جدا مش هتقل يعني عن 10 اطباق. طبعا فيها توفير عن بره، واحلى وانضف بكتير. كوبايات الزبادي بره بتكون مش مليانه كده على الاخيره زي ما انت هتعمليها في البيت. ووشها تقيل وجميل جدا. عملت منها برضو احلى توميه وحطيت منها على السحور تحفه والله. انا بحب بس اعملها اول باول، عشان كده بعمل نص كيلو بعملها كل يوم طازه. فبألف هنا وشفا، وجربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. إن شاء الله تعجبكم. أشوفكم في حلقة جديدة من دلع مطبخك مع نانسي. أنا نزلت لكم برضو طريقة الكنافة بالقشطة. إن شاء الله تعجبكم، وقلت لكم إزاي تعملوا قشطة من نفسكم في البيت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. باي باي.